الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهارده هنعمل مع بعض الفطير الشرقي دوت. هنعملها بطريقة سهلة واوفر من بره بكتير. يعني بصي بجد، بصي زي ما انت شايفاه مورق مورق بجد وجميل جدا. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. وهو ده معايا حوالي كيلو دقيق. عجينة الفطير سهلة جدا. هو اللي كل اللي هتحتاجيه مية ومعلقة سكر. طبعا اي حاجة هتعمليها تنخليها كويس. طبعا مش هنخل معاكم كل الكيلو، لا انا بقولك كده. هو هخلص الكمية دي وهرجع لك تاني. وهو بعد ما خلصت اخر حبة في الكيلو اهو، يبقى هقول معاكي كيلو دقيق هيحتاج حوالي كوبايتين ونص مية، معلقتين سكر. لو هتعملي نص كيلو كده خلاص كده اهو. لو هتعملي نص كيلو يبقى معلقة سكر كبيرة اهي، معلقتين سكر كبار، معلقة ملح صغيرة، كوبايتين ونص مية. هبتدي شوية شوية كده اهو، شوية شوية اعجن. طبعا اهم حاجة، وهو بعد ما عجنت فيها شوية ابتدي اطلعها من قلب الطبق بتاعي دوت. اكون رشه العجينه الرخامه بتاعتي شويه دقيق صغيرين جدا. ابتدي كده اهو اجيبها كده كلها. اهم حاجه برضو تاني مره قلتها، اهم حاجه مرحله العجن وتفرجيها كده اهو، ترجعي تجيبيها تاني. هي دي اللي هتسهل معاكي وتديكي احلى فطير. انا قبل كده عجنت معاكم الفطير وبرضو طلع جميل. وهي العجينه بتاعتي خلصتها. ابتدي اجيب اي حاجه، طبق او اي حاجه، احط رشه زيت صغيره خالص وابتدي. انا دلوقتي هريح العجينه بتاعتي دلوقتي، يعني وهي كده. مش هستنى لغايه ما ترتاح وبعد كده اقطعها، لا هقطعها دلوقتي. زي ما انت شايفاها كده يكون حجمهم قد بعض. مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. هي ايديكي ممكن تكون تتحكمي بقى فيها. وهي بقى بعد ما قطعتهم بقوا 6 هنا و2. طبعا انت عايزاهم اكتر اقل، دي حاجه ترجع لك انت. هبتدي بقى اغطيهم ويرتاحوا شويه وبعد كده نرجع نشكلها مع بعضين. وهي بعد العجينه بتاعتي ما ارتاحت هبتدي باول كره كورتها. اشيل الحاجات دي واكون دهنه البورد بتاعي او الرخامه شويه زيت صغيرين، هم دول اللي هفرد بيهم. وبايدي كده اهو عادي، وهبتدي افرد العجينه بايدي على قد ما اقدر كده اهو. بس عشان ارتاحت معايا
بتتفرد معايا بسهولة خالص. زي ما انت شايفة. وابتدي ارققها، يعني اخليها خفيفة زي ما انت شايفة كده اهو على قد ما اقدر، بالطرف كده. لو اتقطعت ما تخافيش عادي، هكملها خالص اهي. زي ما شفتيها فردتها ودهنتها بالخليط بتاعي، سمنة على زيت على زبدة. هبتدي اعمل فطيرة صغيرة اهي، فطيرة صغيرة برضو. رشيت الرخامة بتاعتي زيت، دي هحاول ايه واحاول افردها برضو واطلع الهواء منها، اطلع الهواء منها زي ما انت شايفة. وبايدي كده اهوت ابتدي ارشها الخليط بتاعي دوت للاخر، وابتدي احط الحشوة بتاعتي. طبعا الحشوة زي ما انت عايزاها، الحشوة دي تبعك انتي. طبعا اول حاجة الصدوق، طبعا ما حطيتهوش ني، سلقته وبعد ما سلقته رحت محمراه. ما ينفعش يتحط ني خالص. وطبعا ممكن تحشيها يعني بالمعنى الصحيح كده اهو. اول ما عملت كده اهو، وبعدين هضيف طماطم عليها كده اهو. طبعا الطماطم خاليه منها البذر خالص. زيتون، والبسطرمه. بس مهما هتصرفي هنا اهو وهتكلفي، اوفر برضو، اوفر من بره وانضف من بره زي ما انت شايفه. والفلفل طبعا ممكن تضيفي فلفل الوان حسب الرغبه، من غير فلفل خالص. خلاص كده المكونات بتاعتي. اخر حاجه احط الموزاريلا. ممكن جبنه شيدر اي حاجه. هبتدي بقى اقفلها بقى بالراحه. ضفت اهو زي ما انت شايفه الفلفل الاسود والملح. هبتدي اقفلها، سهله خالص. وكل تقفيله قفلتها بايدي كده بالراحه زي مكان الفلفل اهو. كل تقفيله كده اهو تروح حاطه رشه زبده، ادخلها بقى جواهم. اهي بقى هاني اهو. وهو زي ما انت شايفه لفيتها كلها زي ما انت شايفه، جميله جدا. هبتدي احضر الصينيه بتاعتي. اكون محضره الصينيه بتاعتي ودهنها زيت، دهنها سمنه، اي حاجه اهي. وابتدي ابططها بالراحه خالص خالص. لما فردت بيها الصينيه سهله خالص. هبتدي بقى احط كده على وشها شويه فلفل كده اهوت صغيرين على شويه طماطم زي ما انت شايفاها كده اهوت، جميله. طبعا فلفل حسب الرغبه، شويه زيتون.
اهي هدخلها بقى الفرن، ولما تبتدي تقرب تستوي اروح حاطه عليها الموزاريلا ونكملها مع بعضينا. طلعتها من الفرن بعد ما قربت تستوى كده اهوت، هبتدي ارش عليها شويه موزاريلا وادخلها الفرن تاني. بعد ما طلعت بالجمال دوت عملت واحده تانية زيها بالظبط. هقطع معاكم ديت واكون دخلتها الفرن اهو، بجد جميله جدا. والطريقه بتاعتي دي ما تاخدش منك وقت خالص خالص، هتبهريهم بجد. هقطع واحده معاكم دلوقتي واوريها لكم، وهي قطعتها طلعها معاكم. يعني بصي جميله جدا وسهله، مخدتش وقت خالص. ولو عجبك الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد.